الممثل اللي قدامكم ده ممثل مشهور قوي، يمكن ناس كتير جدا بتحبه، بتحب الكوميديا بتاعته، لان هو فعلا كوميديان شاطر قوي وممثل شاطر جدا. رغم ان هو ظهر فترة قصيرة جدا ونجح نجاح كبير جدا جدا. رغم ان هو ما يعني مش بقاله كتير موجود. لكن رغم كده يعني ناس كتير جدا بتحبه، وفعلا قدر ان هو يثبت نفسه. حتى في يعني الناس تتفرج عليه بيطلع في مشهد او حاجة، لا بتحس ان انت بتضحك من قلبك، وان هو مش مصطنع في الكوميديا بتاعته. بالعكس، هو يعني زي ما بنقول كده كوميديا موقف، مش كوميديا افيهات، لا هو فعلا تضحك على الموقف. فعشان كده ناس كتير جدا بتحبه وبتشوفه فعلا كوميديان شاطر جدا. بس هو طلع من فترة كده في اعلان في برنامج كان بيحكي موقف حصل له، فحبيت ان أنا اشارك معاكم الموقف ده. بيقول اني لما بدأ يشتهر ويتعرف، جاله اعلان لمنتج معين. فالاعلان دوت جاله برقم كبير جدا. فقال لي من كتر من الرقم ما هو كبير انا ما بقتش مصدق نفسي، قال بقيت طاير من الفرحه. معقوله الاعلان ده جالي انا؟ معقوله انا يعني بقيت مشهور وناجح لدرجه ان يجي لي اعلان بالرقم ده؟ ما بقيتش مصدق نفسي من الفرحه، بقيت فرحان جدا 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 ومستغرب جدا يعني. وعندي كده اقول يا ربي الحمد لله ان جالي المبلغ ده، يعني مش مصدق فرحان قوي من كتر ما المبلغ كبير. فبيقول بدأت بعد كده يعني بدأوا ان هم الشركة دي تبعت لي الفكرة بتاعة الاعلان عشان ابقى عارفها تبقى عاملة ازاي، عشان خاطر هبدأ ان انا اصور الاعلان. قال هنا بقى بالنسبه لي كانت المفاجاه. قال قعدت ابص على الفكره بتاعت الاعلان، لقيت ان انا الفكره دي ليه يعني تركب على مغني مش على ممثل. يعني كل التفاصيل بتاعتها ليها علاقه بمطرب او مغني، مش ممثل خالص. فقلت هما ازاي اختاروني رغم ان الاعلان ده ليه علاقه بمطرب وعايزين حد يكون اتخن مني في الوزن؟ انا طب انا وزني رفيع. طب ازاي هما عاملين التفاصيل دي كلها عليا ورغم ان انا الصفات دي مش موجوده فيا؟ فقال بقى مستغرب، قال اكيد في حاجه غلط. فراح قال بيقول رفعت سماعه التليفون وكلمت البروديوسر يعني قلت له هو ازاي الاعلان ده متاكدين ان انتوا بعتوه لي انا؟ طب ما يعني انتوا ما غلطتوش مثلا في حد، يعني انتوا بعتوا لحد تاني وبعتوا لي انا بالغلط؟ اكيد في حاجه غلط، اصلا انا مش مصدق ان الاعلان ده جاي لي بالتفاصيل دي، انا حاسس ان انتوا كنتوا باعتينها لحد واتبعت لي انا بالغلط. فقالوا لي يا فنان بالعكس احنا باعتينه لك، انت مش ليك اغاني كتير وبتغني، فاحنا عايزين حد يكون مغني زيك كده. قال له انا مش مغني، انت اكيد انت واخد بالك انا ممثل. انا فهمت كده ايه اللي حصل. اللي حصل انت كنت عايز تبعته لمحمود الليثي اكيد المغني وبعته لنا بالغلط. قال له ايوه صح، ايه ده؟ يبقى احنا غلطنا في الموضوع، احنا فعلا كنا نبعته لمحمود الليثي، فكرناك انت محمود الليثي المغني. قال لا انا محمود الليثي بس انا الممثل مش المغني. بس فقال له يبقى كده حصل سوء تفاهم معلش، وحصل يعني ايه غلط ان احنا بعتناه لك بالغلط. فقال خلاص يعني الحمد لله ده مش رزقي، واكيد هو رزق محمود الليثي مش رزقي انا. فالحمد لله وخلاص قلت عادي ما زعلتش يعني. بس فالموقف ده حكاه بصراحة، يمكن الكلام اللي الموقف اللي هو حكاه كان جميل، ان هو يعني قال ان الرزق سبحان الله كل واحد ليه رزقه، فما حدش يزعل على فكرة ان حاجة مش من نصيبه وتروح لحد غيره فيتضايق او يزعل، لا هي ما كانتش رزقك من الاول، فما تزعلش عليه. بالنسبة للإعلان الناس بدأت تخمن بقى، طب هل في ناس قالت إن هو إعلان كان أكيد بتاع لولوا نسيم الحياة اللي عمله الليسي، وفي ناس تانية قالت لأ ده أكيد إعلان صلاح عبد الفتاح اللي عمله برضه الليسي. فأنتوا تفتكروا كان أنهي إعلان اللي هو بيتكلم عليه محمود الليسي في البرنامج؟ هل كان يقصد البرنامج الإعلان بتاع صلاح عبد الفتاح ولا إعلان لولوا نسيم الحياة؟ شاركونا برأيكم.